جديد من قناة يوميات المنتظر العراقي. ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولأيك. أخ يبقى يا أخ لسه ميت عدل لك 3 أيام ماكو. هذا من يضر الساقط هو الرمى عليك يا ما رامك انت شارد يا اخوي. تعال من يضر تعال. شنو؟ وين ولد وديته؟ يا ولد غير بعد يا وين وديته؟ وشو وديته؟ طاير وطير. اي كان الرمى عليه وشرده يا وشرده. والله شرد بوحده؟ شرد بوحده؟ إيه؟ لو انت جايب سلاحك وترمي شو قال لك بالرهن؟ ما مات عليه. اقول لك قعدتكم ببيت قلت لك يابا من يضر. هي من ورا بعد ما شفته. اي من قال لك مره ثانيه ابو الرهن ما تعرف تسكت. وانا ما سويت شيء بس رميت كم طلقه بس. اي بس انت قلت له جيب السلاح وقال لك اخوي اعذرني والله العظيم بعد ما عيته وانت رامي عليه وشارد الولد هسه وين ما ادري بيه. كان شنبي هو ضاع بوحده. ضاع بوحده لو انت رميت عليه انت. هذا شيء انت رميت عليه. فيكم يا ولد انتم خوان يا خوان صديق شذي انتم خوان مع الاسف عليكم والله بس انت على شيء. وش صدق ايش مالكم؟ احمد شو مال احمد شو ما ادري ولا ضاع يذبها براسي. اخوي شين صديق شذي شي ضاع مفتاح احمد يا مفتاح احمد شنو يا احمد؟ فهمني شنو الموضوع لا شنو صار كوميدي انت شنو؟ اخوي لا بس شين صاير يا هو شين احمد صاير تذكر من صارت قبل 3 ليالي يمكن بالخمس طلقات. هذا واحد معرس قال يا معرس منتظر رامي على الولد والولد انا متعشم. يعني انت رامي؟ لا انا منتظر بس السقف. والله بالنسبه لي احمد شوف الولد هسه ولا جاي لا مقتول ولا جاي يقول انا ما ادري بيه. ما تدري بيه انت شلون رميت عليه؟ زين انت شلون ما تدري بيه شلون رميت عليه؟ والله انا ما رميت عليه. انا راح اوقف هسه راح اجيب شيء ارمي بس اجيب سلاح وارمي. انت ارمي له والله مجال انت تدري اللي يرمي هنا يرمي طلقه واحده يعتبر 4 ارهاب ويحكمونه. كان شنو انا رميت على السقف جاي منتظر انت عندك سلاح منتظر انت تقول عندي سلاح يعني ما يعني تخوفني هسه هذا تصرف مو صحيح. والله جيب سلاح وارمي كل يوم. ترمي سلاح وارمي. انا علمك انا رايح اجيب سلاح وجهي. تعال انا تعال هنا. شو الموضوع شو صاير؟ كان ما على السقف وهو ذبح براسي. يا صديق كذب انتم انا ما اعرف اصير انا وياه من انت قاعد هنا واسمع صياحكم واصل ذاك الصوت. ايش بيكم انتم؟ انت تقول لي العلاوي تقول لي ما ادري شنو تندق وياه ليش تضحك هسه فهمني؟ اخوي صديق شذيب عمي اليمن واحد يرمي على الثاني ما ادري شي ترمي على السقف عمي تندق هذا علي حيجيب شو اسمه سلاح ويجي. والحل حل هذا شو حل يعتذر منه يجيب لك ناس تشرد. انت وين حتروح؟ انا اروح اهديه بقيت الله على وان يعني ياخذ حتى انا كم بيتي وحشين انا. روح صدق كذي ما ادري يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. علاوي الله يحييك رحم الله عليك. السلام عليكم. حياك الله اخوي. هلا بيك هلا وانت. انا اللي اقول لك حياك الله. حمود سالتك ادري بيها من جاي. اخوي صديق كذي بنتم خوان. انت انا جاي اعمر بي وانت دقيت الباب. عمر بي؟ تعمر بي. يا الله يا الله. تدري تحكي انا ما اقدر ردك اخوي من زمان. اخوي انا اخوك صاحبي. انا اخوك واحنا وياك واحد لازم يفضفض الثاني بس احنا اليوم مو كل شيء ينحل بالسلاح. احمد اذا عندك واحد عزيز عندك كلش. نعم. وبيناتكم مواقف وسنين انت وياه عشها. اي. وزين ما تدري بيه وين ميت لو عاد شو يصير بيك؟ يا اخي انت من يقول لك هسه الولد تصوب لو في صار شيء فهموني انتم. اوه ما ادري بعد مره ما شارد انا شفته في قير يركض من رمى عليه منتظر. شارد؟ شفته يركض ما تعرفونه وين اتصلتوا بيه غيرتوا الناس. 3 ايام مغلق موبايله 3 ايام النوم ما جاي يجيني نوم ما اقدر انام. استغفر الله يا رب والله ما ادري. اخوي الولد انا قاعد خاطك طيحته ما في سلاح. اخوي بس ما يصير تضاربون يعني ناس تشمت انتم يم جيران يمكم بيوت اكو ناس يعني تشمت بيكم وتباوع عليكم تقول هذول ايش مالهم هذول يعني كانوا اليوم شلون سويت فيهم مصالح. يا اخوي افهمني. مو مصالح حمود الولد ما موجود اقول لك ولد يعني قبل لا اعرف يا اخي انا همس مع صوت الطلقات انا حسبالي اكو عرس اللي فهمته بس قالوا منتظر بس انا لحد الان ما مفتهم يعني معقوله هو يسويها ويرمي. زين انتم شفتوه بعينكم رمى؟ انا شفته بكاميرات كاميرات مال بيت هذا الكاميرات المخفيه. زين انتم ليش ما سالتوا الشرطه؟ ليش ما سالتوا الامن الوطني؟ سالتوا عليه دوروا معك. زين هسه درت يعني الشرطه درت والدوله درت بهاي القضيه معقول يعوفون منتظر؟ ما راح يعوفونه.
حمود الولد مفقود، الولد مفقود صار 3 ايام ماكو. يا اخي انت ساعات تقولون شهر، ساعات تقولون 3 ايام، هسه ما ادري. 3 ايام هو ماكو. 3 ايام من ما رمى نذر قبل 4 ليال السالفه. مره ما اختفى الولد، اختفى. اول ما صارت المشكله دقت الباب، راح طلع لي من بيتها. زين شنو الحل؟ الحال يا اخوي، قال لي وين الولد؟ سوى فعليه يا ابا هو رمى لو ما رمى، هو وين وداه؟ يا ابو جوز يا اخي، جوز خاف الولد يعني هو قرايبه، شرد من الخوف. جوز راح القرايبه. زين انتم دقيتوا عليه مغلق شيء؟ قرايبه خبرتهم كلهم، انا ما يرمي منا الباكر. الولد يجي خير على خير، ما اجي يصير غير حكي. يا اخي انتم ليش كل شيء تتعاملون بالساحه؟ ليش ما تروحون تقدمون دعوه وتخلصون السالفه؟ لا دعوه، لا انا اشتغل بيدي احسن. لا حجي لا الدعوه تتاخر لو لا انا بثواني اخلص القضيه. بس الدوله ما تدفع لي. شوف حجي، انا راح اغلس. نعم. بخاطرك ما راح اسوي له شيء، بس اذا شفته قدامي ما يوصل لي لا قهوه ولا علي واخوه خوش لو لا، واذا شفت ابن اختي يلعب وياه اطق ابن اختي بالقاع. هذا اخر حكي عندي. على مود ايش؟ على مود شنو يعني رمى عليه؟ رمى شي قايل لي اخوي اعذرني. شي انا قلت له منتظر، عوف الرهن ما يفيدك، شو مسوي منتظر؟ ضايج عمودها من هاي القضيه. ايش سوى فقار؟ قال لك اخوي اتهم الرهن، قلت لك هم ما يفيدك وما ادري شيء. قال له بالله اخوي منتظر. قال له يا اخوي رهن ما يفيدني، انت شو عليك؟ اليوم اجيب السلاح وارمي. يا قلت لك بتنصحون على مود الرهن، ايش فيها؟ اخوي لكل حادث حديث. صارت هي الشغله بعد، صارت بعد الماء اذا تشوفه ما يلام. احنا لين راح نحاول نصلح زين، ولابد يعني الواحد لان الانسان باكر ما ياخذ شيء وياه، يعني واحد ياخذ وياه بس في العمل الصالح. فاحنا نحاول نحل الموضوع بالتي هي احسن، ونحاكي منتظر بانه يا بتحاكي وين موجود الولد؟ انت واحد يجي يرمي على الثاني، عم انت شنو ما تقول راح اودي السلاح انا. ليش؟ راح اودي السلاح. اخوي الصديق كذي يعني انت ما تقول شيء. بس قلت لك ما اريد اوصل. الولد ما عندي بيه مقتول، لو ما ادري الا ابي شارع. انا راح احاكي هم منتظر، راح اقول له اخوي ترى مويت عليه. انت ما اجى الولد عود اسلم على منتظر. شاء يلا اخوي حياك. اخ يا ابوي شنو؟ ابوي هذا فاير دمه. ولك ايش سويت؟ كان الولد ما ادري ايش سويت. ايش بيه؟ عندي نفس. ولك صديق كذب. راح يموت علي. ولك ادري انتم كل مكان سلاح، انت شلون ترمي على الولد؟ شلون ترمي عليه هسه؟ اسمع انت بس يخوف. ايش بيكم انتم؟ عمي شي تخوفه؟ الولد شارد يقول لك ما مخلي واحد ما مخابره، وحتى ذا كلش يقول لا يحط، يقول لا يكون ما شاف وياه. والحل؟ الحل لا تطلع، حاول يكون انت تشوفه خليه يشوفك احسن، خف تصير مشكله ونبتع عليه عمي شيهني احسن. انت شو تقول؟ احنا ما نخلق المشاكل. وكم صديق كذي بكل يعني من سلاح، هو محضر سلاح هسه، محضر سلاح معانه، قال لي انت اخوي واحبك وشلون؟ جاك اي جالك. اقول لك امشي هسه، عفوا الحكي كله خاف يطلع عنا يسوي لقانا لو هم يسوي لي شو مشكله. امشي تعشى يلا. اخوي السلام عليكم خالو. هيك الله خالد مصطفى. شلون خالو؟ الله يسلمك خالد. اخبارك؟ خالو اكو واحد ما قاعد اشوفه بالشارع، ما قاعد اي شو بدك؟ والله فقاك ايش اللي كبار وصغار تسال لي. شو السبب اختفائه؟ اختفاء بعد تذكر من منتظر رمى على فقره شفناها بالتصوير. سمعت وانت تتذكر من قعدت يمش من التصوير. اتذكر قبل 4 ليالي انها تختفي. شو منتظر ليش سوي؟ هيك بعد ما ادري عجب مسوي حق قوي. ما ايش اقول لك. تعال قاعد شوي، تعال حل بلاي. يلا يا بلاي بحال بلاي انا مش تعال بس خليني قاعد شوي. 11 من الليل تعال.